لابد من الدعوة إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. شيخوا پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم ودا أصحابي ري هيك الله درقز أويرغن وتا دعوته شيخوا. شروط الدعوة 5. الله تل درقز أويرغو دعوة شرطار وادير. الأول الإخلاص، أن تريد بالدعوة إرضاء الله سبحانه وتعالى. صد هيدي إخلاص يعني ركين خالص لل الله بتل الله تل رزقه إلى هن هذا رقز أويرغو. الثاني العلم الشرعي، لا تدعو بجهل، تدعو بعلم. قد هيدي يعني هوم جاهل يزوا علم دل علم خشونة كازوا وز خبر خنا كازوا كوز أويرزوتا. الثالث الحكمة، الحكمة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. بود هيدي حكمة يعني مدرس يعني نيز أويردا هيك أويردا مس هيك كدل هيك الهدى يعني شيرخنا كازو إما پیغمبر دي رقي عليه الصلاة والسلام. الرابع لابد تعرف من هؤلاء الذين أنت ذاهب إليهم، ماذا عندهم، كيف يفكروا، ما عندهم من ضلالات من معتقدات وكذا. خود لهاي شرط هنا أويرجوز ويكسر كوز خبر خنا كازو وهي الكدس فيش بدي هي خال دي جزر خازو يده و يعني هي درجة ده هي كرخنا كازو وشير خنا كازو. الخامس الصبر. واد لهيدا إنكار دلنا صبرنا كازو. أنت لا تظن تخرج للدعوة تجد الطرق مفروشة بالورود، لا، الأنبياء والرسل عليهم السلام سلكوا هذا الطريق ولحقهم ما لحقهم من الأذى. إذا أنت لابد تصبر، لكن لا تتمنى الابتلاء، تدعو الله تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نفكر ميركي وين يركز قتيلا ويوريك يعني ويكو شارك خليش يار وهدايدا شكير وهدايدا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم أدلوا لك كانوا پیغمبر أبرق ليل چتين ولير مصيبتار أتايدا يرقل الله تعالى يرقز ويرجوديلا راحتوش إذا الصبر كان زويدا. الله يوفقنا وياك. آمين يا رب، آمين يا رب.